السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. الحمد لله يا أولاد وصلنا للمراجعة النهائية قبل امتحان كده الترم الأول. الحمد لله بفضل الله عملنا مراجعة كويسة جدا في شهر نوفمبر. إن شاء الله بإذن الله المراجعة النهائية ديت هي أقوى مراجعة هتشوفها بإذن الله. هنلم فيها الدرسين كله، الجراماتيك بالمواقف بالإيميل بالقطع بكل حاجة. يعني لو كنت في الشهرين اللي فاتوا مكسل أو مش بتذاكر بنسبة 80-90% كده، لا احنا ان شاء الله في الكورس ده باذن الله كورس المراجعه النهائيه هنلم لك بقى كل التريكات بتوع الدرسين، وهنعمل مراجعه بجد بجد هتطلع منها مش محتاج اي حاجه تاني. يعني المراجعه ديت هتبقى كفيله ان شاء الله اللي هتعوضك على الكورسات بتاع الاشهر اللي فاتت لو انت ما كنتش متابع معانا او ما كنتش ملتزم. طبعا ما ننساش الدعاء بتاعنا في البدايه، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم امين. مش هطول على حضرتك، تعالى يلا معايا كده هنعمل ايه في المحاضره بتاع النهارده. احنا هنبدا بحل بنك الاسئله. طبعا اللي على المذكره بتاعتنا هتلاقي بنك الاسئله صفحه 151. هنبتدي النهارده نحل على الدرس الاول، هنحل جراماتيك كامل على الدرس الاول. احنا طبعا عندنا درسين عشان الاساتذه اللي لسه جايين ومش عارفين عليهم اصلا كام درس. انت عليك درسين اتنين. الدرس الاول عليه جراماتيك هنحل عليه النهارده، يبقى اول حصه او اول محاضره في كورس المراجعه النهائيه احنا هنحل على جراماتيك الدرس الاول. خلاص؟ طيب يعني انت معايا كده زي ما انت شايف على السبوره بنك الاسئله بتاع الدرس الاول، جايب لك بقى شويه اسئله انما ايه خلاصه فيهم الخلاصه. تعالى نفتح مع بعض صفحه 153. احنا هنطبق على طول. خدت بال حضرتك؟ ممكن قبل المحاضره دي احط لك كده محاضره صغيره فيها شرح الجراماتيك بتاع الدرس الاول تاني، عشان لو حد عنده مشكله يتفرج على محاضره الشرح اللي فيها الجراماتيك. تعالى معايا كده يا سيدي، هنعتبر انك ما خدتش الماني خالص وهنبتدي نحل من صفحه كام يا هير؟ هنحل مع بعض 153. ما تنساش مجمع لك جراماتيك الدرس الاول كله. هو مديني فوق الضماير، عندي ايش وعندي دو وعندي زي حضرتك وعندي كريم وعندي فراو مولا او فراو مولا. خلاص؟ دول اللي عندي. طبعا ايش يعني انا، دو يعني انت، زي حضرتك، كريم اسم شخص، وفراو مولا طبعا هنا حضرتك السيده مولا دي طبعا زي حضرتك. طيب اول سؤال معايا، صلى على الرسول كده وركز. بيقول لي بيست نقط نادر. اذا بيست هنا انا عايز الضمير دو. هقول لك ليه يا سيدي. ليه دو يعني انت يا اولاد؟ اول حاجه عشان بيست تصريفها مع الدو، يعني بيست التصريف بتاعها مع الدو. تاني حاجه هتعرف اللي انا عندي في الاجابه ايش، يعني عندي في الاجابه انا، يبقى في السؤال عايز انت. عارف انت الحته بتاعت اللغه العربيه، انت تبقى في الاجابه انا، يبقى دو يبقى في الاجابه تبقى ايش. اذا الضمير دو. تاني جمله مديني علي وكوما. ادام احفظ بقى معايا كده وراجع. ادام اسم شخص ووراه كوما، تاني ادام ادالك اسم شخص وراها كوما اذا في مناداه، يعني انا بكلمك انت يا علي، يبقى فوهيع بيست يبقى هنا دو. طب الدو في الاجابه تبقى ايه؟ تتحول لايش. ادي حليت كده السؤال التاني اهو. يبقى عرفت ان اي اسم شخص يقول لي انتون وكوما يبقى دو، يقول لي تامر ووراها كوما يبقى دو. اذا الكوما عندنا هي مناداه بكلمك انت. ثالث سؤال فيا بيس دو. انا عندي دو في السؤال ولسه قايل من 3-4 ثواني لو عندي دو في الاجابه تبقى ايه يا اولاد؟ تبقى ايش؟ انا عندي دو انت في الاجابه تبقى ايش؟ فاس سبريشن نقط. بعدين قال لي فراو داليا. خد بالك فراو داليا في عندي كوما، شفت الكوما؟ فراو داليا عندي كوما. اذا الضمير اللي هنستخدمه هنا هو زي حضرتك، لان احنا عرفنا في الدرس الاول امتى استخدم زي حضرتك. قال لي لما يكون عندي هير او فراو وراها كوما، هير او فراو وراها كوما. 5 بيقول لي هير شرودة وراها كوما هيت، هعلم عليها عشان تاخد بالك معايا. هير يعني السيد يا ولاد او الاستاذ، شرودة وراها كوما يبقى كومن ايه؟ كومن زي. هنحط زي حضرتك. اذا انت عرفت زي حضرتك امتى استخدمها. لو قال لي هي او فراو يبقى عندي الكوما، لازم شرط يبقى عندي الكوما. 6 هاي سي احمد. يبقى هنا هقول الضمير ايش على طول. ايش هاي سي احمد، انا اسم احمد، اندو وانت. قال له ايش هاي سي كريم. 7 ركز في 7 بيقول لي زبينة وراها كوما، اسم وراه كوما يبقى كومست ايه؟ كومست دو، يبقى الضمير دو. نكمل رقم 8.
قال لحضرتك woher kommen نقط وبعدين هي باور وفي كوما. خلاص احنا حفظنا امتى استخدم زي حضرتك لما يقول لي هي او فراو وراها كوما، اذا هنا زي حضرتك. 9 نقط اشبريشي، هنا هقول ايش، انا بتكلم على نفسي ايش. وبعدين بعد كده قال لي فاس اشبريشست، هنا اس تي اهو في نهايه الفعل يا ولاد، ده مع الضمير دو، يبقى وانت بتتكلم ايه. 10 قال لي فوهيا كومس دو، هو هنا اداني دو، طبعا من الاختيارات اللي فوق هختار ايه؟ ايش ولا دو ولا زي حضرتك ولا كريم ولا فراو مولا؟ انا عندي كوما، يعني فاضل احط اسم شخص، يبقى فوق هنكتب كريم، يبقى هنا هنكتب ايه يا ولاد؟ كريم. ليه؟ عشان كريم وكوما يبقى الضمير دو، يبقى الكلام بتاعنا صح، يعني اسم شخص وراها كوما يبقى هنا هستخدم الضمير دو. 11 بيقول لي نقط، قال لي فوهيا كومن زي، مديني زي حضرتك، اذا في الاول هتديني من الاختيارات اللي فوق ايش ولا دو انت ولا زي حضرتك ولا كريم ولا فراو مولا؟ لا، يبقى فراو مولا اهو، فراو ونكتب فراو مولا، يعني السيده مولر وراها كوما، اذا استخدمنا زي حضرتك. 12 كومن يبقى كومن زي، حضرتك عارف ان زي حضرتك بتاخد النهايه ان، يبقى هنا زي حضرتك. في رقم 13 بيقول لي ماي نامي استبانين، وبعدين انا اسمي كذا، يبقى هكمل الكلام على نفسي، يبقى ايش شبريشي انا. 14 تاج هايسي منى، هايسي اخرها ايه، يبقى هنا مع الضمير ايش انا، ايش هايسي منى اندو قال لي نادر. 15 ماي نامي است كريم، انا اسمي كريم، اوند ايه كومي اوس كايرو، هكمل كلام على نفسي برضه يا اولاد، يبقى هنا هقول ايش كومي اوس كايرو. 16 قال لي انا بتكلم الماني، اوند ايه وائل، وفي مع وائل كوما، صح، اسم شخص وراه كوما، قلنا هنا الضمير ايه، اذا دو وانا مغمض عيني. 17 في هايست داين فرويند، وبعدين اداني نقط وفي كوما، يعني انا هنا بكلم مين؟ هكلم كريم يا ولاد، هكلم مين؟ كريم. ليه؟ لان كريم وكوما يبقى دو، ومن الدو بيبقى اداه الملكيه داين، عايز اقول ايه؟ ما اسم صاحبك ها يا كريم، اذا هنا اسم شخص وراه كوما يبقى الضمير دو. عرفت منين اللي انا عايز دو؟ عشان قال لي داين فرويند، داين باداه ملكيه من الضمير دو. ايش بين تانيا اوند ايه؟ قال لي ماركوس شنايد، هنا لازم تركز، ليه؟ هي هنا ذكر الفرنامي والفاميليا النامي، تانيا هوبا، وقال لي في الاجابه ماركوس شنايدر، ادام ذكر الفرنامي والفاميليا النامي تاني عشان انت سرحت، ادام ذكر اسم الاول واسم العيله، اذا ده اول لقاء ما بيننا، فبالتالي لازم استخدم زي حضرتك. بنقول تاني، ادام وانا بعرف نفسي قلت الاسم الاول الفرنامي وقلت الفاميليا النامي، اذا ده اول مره يحصل ما بيننا تعارف، لازم هنا استخدم زي حضرتك. فهمتها؟ ليه استخدمت زي حضرتك؟ لان هو اداك الفرنامي والفاميليا النامي. 19 بيقول لي سبريشن جوت ايطاليانش، هير ماركوس، طبعا هير ماركوس اهو عندي كوما، يبقى اذا الضمير المستخدم زي حضرتك. 20 او دو هايست ماريا، هيرد يقول ايه؟ ايش اوخ، يعني انا كمان، يعني بيقول لها دو هايست ماريا، انت اسمك ماريا، ايش اوخ وانا ايضا. تمام؟ طيب تعالى ندخل على الجراماتيك تصريف الافعال، كانت تصريف الافعال مع 3 ضمائر، الكلام ده هتلاقيني حاطته لك فوق في محاضره شرح جراماتيك بسيطه كده. خلاص احنا دلوقتي بنطبق بقى، بنحل بنك اسئله على جراماتيك الدرس الاول. طيب صلي على الرسول يا سيدي، واعتبر نفسك ما خدتش القاعده ده قبل كده، واحنا هنفصصها مع بعض واحنا بنحل. انا عندي في اول سؤال بيقول لي لوكاس وراها كوما، لوكاس وراها كوما، وعندي الضمير دو، النهايات لازم احفظها، الدو بتاخد النهايه الستي، النهايات دي لازم احفظها زي اسمي، ما حفظتش النهايات مش هعرف احل تصريف افعال. اذا الاختيار عندي كومن ولا كومي ولا كومست ولا كومت، لا كومست يا هي، برافو. السؤال رقم 2 بيقول لي ماي نام است دانيال، ايش ايه ذا جود دويتش، الايش بتاخد النهايه ايه، صح؟ الايش بتاخد النهايه ايه، الدو بتاخد الستي، اذا الايش هنا شبريشي شبريشست شبريشت شبريشن، يبقى شبريشي عايز النهايه ايه، برافو. 3 هالو هالو في است داينامي، ما اسمك؟ قال له ايش ايه، طبعا الايش بتاخد النهايه ايه،
لما اجي ابص في اختياراتي يبقى انا هختار الفعل ايه يا ولاد؟ هايسي، عشان نهايته ايه. برافو. رقم 4، الراجل اداك الضمير ذي حضرتك، لازم ابقى عارف ذي حضرتك في تصريف الافعال بتاخد النهايه اي ام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الثلاث ضماير، الايش نهايتها ايه، الدو اس تي، وذي حضرتك اي ام. اذا في اختياري هيبقى الفعل هايسن. عندنا ثلاث ضمائر في الدرس الاول، ايش ودو وذي. الايش نهايتها ايه، والدو اس تي، والذي اي ام. رقم 5 برضه نفس الكلام، اديني الضمير ذي حضرتك، اذا اخده اي ام يبقى هايسن. برافو. رقم 6 قال لي انتون وكوما، لسه قايلين الاسم كوما يعني الضمير دو، صح كده؟ يعني انتون وراها كوما يعني دو، هو اصلا كاتب لي الضمير دو كده كده، يبقى الدو بتاخد النهايه اس تي. وما تنساش بقى الفعل اشبريشن كان بيحصل فيه تغيير، كانت الاي بتتحول لاي، الاي بتاع الفعل اشبريشن كانت بتتحول لاي، بقول اي اهو، والنهايه زي ما هي، النهايه مع الدو اس تي، يعني انا اختياري للفعل هو الفعل اشبريشست. 7 بيقول لي ذي حضرتك، ليه راجل مدرس، ازاي حضرتك تمشي مع انهي تصريف فعل في الاختيارات؟ زند ولا بيست ولا هايست ولا شبريشست؟ ذي حضرتك تصريفها زند يا ولاد. لكن رقم 8 لما اداك الضمير دو، خد بالك الدو نهايتها اس تي، اوعى تيجي تقول لي في الاختيار هختار الفعل شبريشست، اقول لك غلط. شبريشست نهايتها اس تي ماشي، لكن كمعنى جمله، يعني انا عايز اقول هل انت بتتكلم لورا ولا هقول هل انت لورا؟ ها، اذا شبريشست صح كتصريف بس كمعنى غلط، يعني الدو نهايتها اس تي. في طالب هيقول لي انا عندي اختيارين، عندي بيست وعندي شبريشست، ها عندي بيست وعندي شبريشست، بس انا هنا الفعل الصح كمعنى وكتصريف هيبقى بيست. ليه؟ لان كنت اختار شبريشست لو انا عندي لغه، ركز معايا، كنت اختار الفعل شبريشست يتحدث لو انا عندي لغه وراه. بيست دو لورا، هل انت لورا؟ قالت يا. رقم 9 الراجل اداني الضمير ذي، انا اهم حاجه في الجمل اللي بحلها في تصريف الفعل اعرف الضمير الاول. الضمير ذي حضرتك، والله انا حافظ الضمير ذي بتاخد النهايه اي ام. تعالى يا سيدي شوف الاختيارات، عندي كومن اخره اي ام، وعندي شبريشن اخرها اي ام. طب هنا كومن ولا شبريشن؟ ما هو دول الصح، لكن كومست غلط وشبريشست غلط. كومن ولا شبريشن؟ ما هو دول نهايتهم اي ام. اقول لك بقى على حسب تكمله الجمله، يعني عندي اوس دويتشلاند، ادام اوس حرف الجر اوس من يبقى بناخد الفعل كومن يا اولاد. تاني، ادام حرف الجر اوس يبقى الفعل هنا كومن. هل حضرتك جاي من المانيا؟ شبريشن اختارها لو انا عندي لغه، ما هو شبريشن معناها يتحدث، عايز لغه. رقم 10 في ذي حضرتك، طبعا الفي ايه ذي، يعني كان السؤال بتاع النوم كنت بقول في هايسن ذي ولا في زند ذي؟ لا، في هايسن ذي، لان نفس الكلام تصريف ذي حضرتك تمشي مع زند وتمشي مع هايسن، بس السؤال بتاع النوم احنا لازم نكون حافظينه، في هايسن ذي ما اسم حضرتك. خلاص عرفت ليه زند بره؟ عشان السؤال على بعضه كان اسمه ما اسم حضرتك، في هايسن ذي. 11 اداني برضه ذي حضرتك واداك التصريف، ما هي ذي حضرتك بتاخد النهايه اي ان، فحضرتك عندك شبريشن وعندك كومن، انهي فعل هختاره؟ ادام الاثنين تصريفهم صح على حسب معنى الجمله، على حسب معنى الجمله. هنا عندي اوس ايجيبتن، يبقى شبريشن يتحدث ولا كومن ياتي؟ لا كومن. خلاص شبريشن اختارها لو انا كان عندي لغه. 12 اداك الضمير دو، هو هنا بدأ يغير بقى، يتقل شوية في السؤال، اللي هو يديك كذا فعل تصريفاتهم صح عشان يشوفك فاهم الجملة ولا لا. عندك الضمير دو، الدو بتاخد اس تي، يعني كومست يمشي، ركز معايا، كومست يمشي، وهايست كتصريف يمشي، وشبريشست تمشي. طب هنا قال لي مراد، ايه اللي هيمشي مع دو مراد؟ هقول كومست دو مراد، هل انت جاي مراد ولا هل انت اسمك مراد ولا هل بتتكلم مراد؟ يبقى الفعل الصح هنا يا ولاد هو هايست بناء على تكملة الجملة. 13 ذا داس قال لي علي، طبعا كلنا حافظين السؤال بتاع من يكون هذا، ذا اس داس، ذا اس داس. خلاص طيب نكمل يا سيدي في السؤال 14. قال لي ذا داس، بس خد بالك قال لي في الإجابة هنا ايه بقى؟ قال لي عادل ورامي، طبعا عادل ورامي دول جمع يا ولاد، يبقى السؤال ده فيه فكره حلوه قوي عايزك تركز فيه.
السؤال اللي فات كان في حالة المفرد، من يكون هذا فيا است بس، قال لي عادل او قال لي رامي بس، لكن هنا اداني اسمين جمع، يبقى هنا بقول فيا زند بس، يبقى زند اللي هي بتاعت الجمع يا اولاد. خلاص، يعني السؤال اللي فات هرجحه لك تاني، السؤال اللي فات كان في حالة المفرد اهو فيا است بس، من يكون هذا، قال لي علي. طب لو اداك اسمين يبقى من يكون هذا، هما مين دول يعني؟ قال لي عادل ورامي، يبقى هنا فيا زند بس. يبقى انت حفظت است في حالة المفرد، زند في حالة الجمع. ها، است في حالة المفرد، زند في حالة الجمع. رقم 15 بيقول لي اوس اسوان، قدام الضمير ايش، طبعا ايش نهايته ايه، يعني انا هنا هتلاقي الطالب هيقول لي ايه، بيست غلط وشبريشن غلط. الايش تمشي مع البين وتمشي مع الهاي سي، ما الايش نهايتها ايه، بس الفعل الصح على حسب المعنى. هقول انا اسمي من اسوان ولا انا اكون من اسوان؟ لا انا اكون، يبقى الفعل الصح هنا بن. فهمتها جت منين؟ يعني لما يديك كذا فعل تصريفهم صح استخدم الفعل اللي هيتناسب مع معنى الجمله. زي 16 كده قال لي ايش، حلو كده، الايش تمشي مع البن عادي، وبوخش طبيعي تمشي، لكن كومن وشبريشست لا، عشان الايش نهايتها ايه. هنا بقى هقول انا اكون من بين ولا انا بشتهجى من بين؟ طبعا الفعل بوخش طبيعي يتهجى سبيلنج، الفعل الصح يبقى بين هنا يهير، انا اكون. برافو. فراو باولا، زي حضرتك، ها، والزي تصريفها يبقى يمشي مع الزند، زي زند او زي هايسن، عشان الزي بتاخد اي ام. هنا هقول حضرتك تسمى من بولن او سبولن ولا زند؟ لا زند، زي زند او سبولن. 18 عندي زي حضرتك ومديني كلمة ايجيبتر هنا يعني مصري يا ولاد، كلمة ايجيبتر يعني مصري. الزي حضرتك بتاخد اي ان يعني كومد معانا، وممكن يمشي تصريفه مع الفعل زين اللي هو الفعل الشاذ اللي هو تصريفه زند، لكن بيست غلط وكومست غلط. الزي حضرتك بتاخد النهاية اي ام. طيب هنا هتقول هل انت جاي مصري ولا انت تكون مصري؟ لا، يبقى تكون هنا افضل، يبقى زند. هل حضرتك تكون مصري؟ اذا ايجيبتا يعني مصري الجنسية، يبقى الفعل الصح هنا يبقى زند. 19 قال لي دو ودويتش، طبعا دويتش لغة ألمانية، والدو تصريفها اس تي او بتاخد النهاية اس تي، يعني انت عندك في الاختيارات الفعل شبريشست يمشي وكومست يمشي وهايست يمشي، بس الفعل الصح هنا بقى مع دويتش مع اللغة، احنا لسه قايلين يبقى الفعل شبريشست يتحدث. ليه؟ عشان انا عندي لغة. كومست ده اهي تيجي وراها حرف الجر اوس واسم البلد. طب هايست يسمى يجي وراها اسم شخص. ماي نام ايه فينيكس، طبعا ماي نام ايست على طول حافظينها. 21 قال لي في وبعدين زي حضرتك قال لي ماريا كونتس، طبعا في هايسن زي حضرتك بتاخد الاي ام يبقى هايسن. اوعى تختار شبريشن، شبريشن لو كان عندي لغه بقول ماذا تتحدث. هير هارتمان زي زي جود بولنش، طبعا بولنش دي لغه. طيب هتقول لي ازاي حضرتك بتاخد ايه ام؟ يعني انا عندي شبريشن وعندي كومن وعندي هايسن وكمان زند يمشي، بس مع اللغه بقى مع كلمه زي جود بولنش، ما انا قلت لك لو اداك التصريفات صح بستخدم الفعل المناسب. هنا هقول حضرتك تتحدث ولا حضرتك تكون ولا حضرتك جاي ولا حضرتك تسمى؟ لا، يتحدث اشبريشن، تتكلم بولنش كويس. دي هايسن زي قال لي ايش، طبعا الايش نهايتها ايه، وبعدين قال لي ام ار اي طبعا عمل سبيلنج هنا، يبقى الفعل الصح مع الضمير ايش بياخد النهايه ايه، يبقى بوخش طبيعي يتهجى بوخش طبيعي. 24 في است داينامي قال لي ايش ايه مونيكا، طبعا الايش نهايتها ايه صح، يبقى الفعل الصح هاي سي. 25 ايش نهايتها ايه هي، يبقى قومي، انا جاي من ايران. ماركوس وراه قومة اهو، ماركوس وراه قومة، وعند الضمير دو، وعند اوس فرانكفورت. اوس حرف الجر من، يبقى الفعل عند الصح كومست. خلاص احنا حفظناها بقى لان الفعل كومن عايز حرف الجر اوس. 27 فراو نجوى زي حضرتك اوخ تركش، طبعا تركش هنا لغة والزي بتاخد بالنهاية اي ام، يبقى الفعل الصح شبريشن يتحدث. 28 يتست المنصورة، عندي حرف الجر هنا اهو، الايش هنا تصريفها الصح كومست لا وبيست لا وزند لا، يبقى التصريف الصح ايش بن، ده الفعل زين الفعل الشاذ لازم اكون حافظ تصريفاته.
طيب نكمل برضه في 29 ايش ماين نامن، وبعد كده عمل سبيلنج جواب الام، قال لي ام ا اغ في ا ان، ها كده عمل سبيلنج، يبقى الايش نهايتها ايه؟ مفيش مشكله، لكن اشبريشي غلط وفوني غلط. اشبريشي معناه يتحدث، وفوني معناه يسكن. هنا هقول بخش طابيري يتهجى. هنا عالي وراها قومه طبعا، ونديني زي حضرتك، الزي بتاخد النهايه اي ان يبقى شبيلن. 31 woher kommst du، خد بالك ايش قومي ايه بقى؟ der Türkei. انا عندي اداه الاستفهام woher، ها وعندي kommst، لسه قايل لك في الشرح قومي عايز حرف الجر ايه؟ aus، انا جاي من، لازم دي تحفظها. ايش قومي aus، يبقى هنا حرف الجر aus. bist du هيلسنكي، قال لي يا das ist meine Herkunftsstadt، دي معناها مدينه الموطن. ركز بقى في المثال ده عشان في طلاب غلطت فيه. كلمه Herkunftsstadt يعني مدينه الموطن، ادام موطن يبقى حرف الجر اوس. ما هو بتكلم على الموطن والمنشأ اللي هو كان السؤال بتاعه woher kommst du، بقول ايش قومي اوس اوس. woher ادي woher من اين، يبقى حرف الجر وانا مغمض اوس على طول، لكن لو كان عندي فو كنت هقول حرف الجر ام. Ich bin Deutschland، قال لي das ist mein Herkunftsland، اهي موطن برضه. بيقول له انا اكون من المانيا، ده موطني، اذا الموطن والمنشأ حرف الجر ايه يا ولاد؟ اوس. فراوشتاين sind sie der Schweiz، قال لي ناين اوس اوسترايش، اوس من النمسا، يبقى فوق هقول ايه؟ يبقى فوق هستخدم حرف الجر اوس بكل تأكيد، يبقى sind sie aus der Schweiz، هل حضرتك من سويسرا؟ قالت لا من النمسا. طيب خلصنا تصريف الافعال، تعالوا نشوف موضوع ادوات الاستفهام. موضوع ادوات الاستفهام ده لازم تكون حافظ ادوات الاستفهام وترجمتها كويس. يعني انا عندي اداه الاستفهام في دي معناها ما او كيف، خلاص لازم اكون حافظهم بالعربي. woher معناها من اين، woher معناها من اين، انت منين يعني. was معناها ماذا طبعا لغير العاقل، وwer معناها من للعاقل. لازم قبل ما احل ادوات استفهام اكون حافظ الاربع ادوات استفهام، او هم 5 كمان، طبعا عندنا اداه استفهام كمان 5 اسمها فو معناها اين. تعالوا مع بعض كده نشوف اول اداه استفهام احطها ايه. انا عندي كومن زي وقال لي في الاجابه اوس، انا ادام عندي في الاجابه اوس وانا مغمض عيني هقول على طول فو هي على طول. ادام عندي في الاجابه اوس يبقى فو هي من اين، قال لي من. طب لو عندي ان حرف جر، لو عندي ان في الاجابه يبقى بسال عليها بفو. هنا هايس دو، السؤال هنا كان اسمه ايه يا اولاد؟ في هايس دو، ما اسمك. 3 بيس دو، قال لي فريده يبقى فيا بيس دو من تكون. 4 زين زي، برضه هنا فيا من تكون حضرتك، فير من للعاقل. ركز في 5 نفس الكلام اللي قلته في اول جمله، انا عندي في الاجابه حرف الجر اوس، يبقى اداه الاستفهام فو هي من اين. 6 اشبريشست دو، قال لي انجلش und ein bisschen Deutsch، يبقى هنا غير عاقل يبقى was ماذا تتحدث. رقم 7 قال لي ist dein Name، يبقى في ما هو اسمك، اهو ما لازم اكون حافظ الترجمه. انا بتكلم الماني وحضرتك ماذا تتحدث، يبقى was sprechen Sie. هنا 9 هقول له wer من تكون، السؤال بتاع بسأل على شخص اخر بقول wer ist das من يكون هذا، قال لي das weiß ich nicht يعني انا ما اعرفش. قلت لك الجمله دي مهمه جدا وتحفظها كده. ich komme aus بولن، انا جاي من بولن. وبعدين هسألك هقول لك ايه kommst du، قال لي aus انجلاند، يبقى احنا قلنا حرف الجر aus يبقى اداه الاستفهام woher من اين. اظن كده عرفت لو عندي حرف جر اوس يبقى بسأل عليه بwoher. طيب برضه هنكمل حل على ادوات الاستفهام. عشان احل اداه استفهام صح لازم ابص على الاجابه، اوعى تنسى المعلومه دي. عشان اختار اداه الاستفهام لازم ابص على الاجابه. هنا بيقول لي ist das، قال لي das ist نهى، يبقى اداه الاستفهام wer من للعاقل من يكون هذا. 2 heißen Sie، قال لي ich heiße مراد، يبقى انا هقول ما اسم حضرتك، ما يبقى في. 3 قال لي ist das، قال لي انا ما اعرفش اهي ich weiß es nicht. ist das nicht dein Kollege سامي، طبعا هنا هقول wer من، هو السؤال بتاع من يكون هذا، wer ist das.
4 قال لي ايه داس، قال لي داس زند خالد und رامي. طبعا ما تنساش اللي هنا الكلام في صيغه الجمع، داس زند انهم يكونوا خالد ورامي، يبقى هنا هقول ذير زند عشان هنا بتاعه الجمع. لكن لو كان عندي اسم واحد كنت هقول ذير است يا ولاد اللي هي ده. خلاص همسحها بيها اهيت عشان ما تتلخبطش. يعني ذير زند داس في حاله الجمع لو عندي اسمين جمع في الاجابه، لو عندي اسم واحد يبقى ذير است داس. 5 هايست دو، يبقى أداة الاستفهام هنا على طول تبقى في، ما اسمك. برافو. اللي بعدها بيقول لي هايست هبة، قال لي في الإجابة إيه؟ هنا أداة الاستفهام مش هتبقى في، أمال هتبقى في من؟ أنا عايز أقول مين اللي اسمها هبة؟ قال لي أنا. شفت الترجمة؟ مين اللي اسمها هبة؟ مش هقول ما يسمى هبة، غلط. أنا أقول ما اسم حضرتك أو ما اسمك. لكن هنا عايز أقول مين اللي اسمها هبة؟ قال لي إيش؟ أنا، يبقى في. 7 قال لي شرايبس دو، شرايبس تكتب منار. بعدين قال لي ان ار، يبقى هنا في. اداه الاستفهام دي هتمشي هنا بمعنى كيف يا اولاد، ازاي تكتب كلمه منار. انا عمل لي اسبلي. 8 قال لي اس داينامي، انا حافظ سؤال الاسم ما اسمك، يبقى في اس داينامي. 9 كومن زي، قال لي في الاجابه حرف الجر اوس، انا عندي في الاجابه اوس يبقى هسال عليها فوهيا. زي رقم 10 عندي في الإجابة أوس دويتشلاند، حرف الجر أوس بسأل عليه بفوهيا، من أين تأتي. لكن رقم 11 ضحك عليا، لو ما بصيتش على الإجابة هختار غلط. يعني هتلاقي الطالب هيشوف الفعل كنت هيقول لي يبقى فوهيا، غلط. أنا بقول لك عشان أختار أداة استفهام صح هبص على الإجابة. إيه اللي في الإجابة؟ إيش؟ أنا، ده عاقل، يبقى هنا هنقول فيا. عايز اقول مين اللي جاي من المانيا؟ قال لي انا. اذا المهم ابص على الاجابه يا اولاد، اوعى تنسى الكلمتين دول. برضه في 12 قال لي شبريشت دويتش. طبعا الطالب اللي حافظ هيلاقي الفعل شبريشت هيقول لك فاس، ما هي فاس شبريشس دو، لا هو في الاجابه عندي ايه؟ انا بسال على عاقل، يبقى فيا. مين اللي بيتكلم الماني؟ قال لي انا. 13 قال لي شبريشن زي، قال لي انا بتكلم اسبانيش، يبقى هنا اسبانيش ديت غير عاقل، يبقى هستخدم اداه استفهام فاس. 14 برضه نفس الكلام عندي اهو في الاجابه دويتش، يبقى فاس. لكن 15 قال لي شبريشس دو دويتش، قال لي في الاجابه جوت، ودي صفه. الصفات هسال عليها بكيف. في ازاي يعني بتتكلم الماني؟ قال لي والله بتكلم جوت، يعني كويس. نكمل على برضه ادوات الاستفهام، مش هسيبك الا لما يكون قاعده ادوات استفهام بالنسبه لك خلاص كده اتحفظ. هنا بيقول لي بيس دو، قال لي مارك، يبقى هنا فيا من تكون، من للعاقل. ايش يا جمال und wer sind sie، يبقى هنا هقول ايش ايه، ايش هايسي. طبعا هو الصح، الايه بتاخد النهايه ايه، يبقى ايش هايسي. نكمل رقم 3 اس داس قال لي ماين كوليجن راندا، يبقى السؤال بتاع من يكون هذا لازم تكون حافظه. فيا اس داس، من يكون هذا. 4 يبقى في است اي نامي، ما اسم حضرتك. 5 زندرا دو شولرين، طبعا شولرين طالبة، يبقى الدو نهايتها اس تي، صح كده؟ بس كومست غلط وشبريشست غلط، الفعل الصح بيست. ليه؟ لأن كومست تيجي معاه حرف الجر أوس وأنا ما عنديش. شبريشست يتحدث يجي معاه لغة وأنا ما عنديش لغة، ده شولرين طالبة. يبقى هنا هقول بيس دو، يعني هل أنت تكوني طالبة؟ بيس دو شولرين يا. 6 فيا وزي حضرتك، تصريف الزي حضرتك ايه عندك؟ است لا، بيست لا او زي لا، يبقى زند. فيا زند زي، حافظ تصريف الفعل زي عشان ده فعل شاذ في تصريفه، مع الايش بقى اسمه بين، والدو تصريفه بيست، وزي زند. 7 في هايسن، طبعا ايه ان اهوت هايسن، ايه ان يبقى مع زي حضرتك، هو الضمير الصح عشان الضمير ده بياخد ايه ان. ثاني ورقمه قال لي شبريشس دو، قال لي تركش، طبعا ده غير عاقل، تركش ديت لغه تركيه، يبقى هسال باداه الاستفهام فاس، ماذا. 9 اسداس، قال لي دازستلينا، يبقى فيا من يكون هذا، اتكرر تاني. زيمون دو او سكول، طبعا عندي الدو اهو، الدو بتاخد النهايه ايه اس تي، يبقى كومست. كومست دو او سكول، هل انت جاي من كون. نكمل في رقم 11 قال لي الفعل شبريشن اخره ايه؟ اخره ايه اللي هي، يبقى هيجي مع انهي ضمير؟ يبقى مع زي حضرتك، ولازم الاس تبقى كبير.
لكن لو اخترت زي الصغيره دي معناها هي يا ولاد. ايفا دو ان روم قال لي 9 ان باريس. ركز معايا كده في المثال ده 12 حلو في فكره. ايه هو؟ الضمير دو بياخد النهايه اس تي، فتيجي تقول لي اشتوديرست صح، وبخشتابيرست صح، وكومست اخره اس تي صح، وشبريشست اس تي صح. يبقى هنا ادام الاربع افعال اخرهم اس تي يبقى الفعل الصح بقى على حسب معنى الجمله. الفعل شبريشست ده محتاج لغه، ما عنديش لغه يبقى غلط. كومست محتاج حرف الجر اوس، انا ما عنديش اوس، ده انا عندي ام اللي هو معناه فيه. طيب بوخشتابيرست ده معناه يتهجى، لما اكون هعمل سبيلنج للاسم يبقى غلط. يبقى الفعل اللي فاضل عندي هو صح اشتوديرست يدرس. هل بتدرس في روم؟ قال لي لا في باريس. يبقى ده الفعل الصح كتصريف وكمعنى. انشيلدرونج في زي حضرتك، يبقى السؤال انت حافظه هنا ما اسم حضرتك في هايسن زي. انت عندك 3 اسئله عن النام لازم تكون حافظهم. في هايسن زي، لو استخدمنا الزي كتصريف بياخد ايه ام يبقى انت هتقول لي كومن وزند وهايسن، دول غلط طبعا. السؤال بتاع ما اسم حضرتك في هايسن زي خلاص. لكن كنت اقول فير لو كان عندي فير بقى كده اللي انا هكتبه ده، لو كان عندي فير ده هو يا ولاد، لو هقول فير يبقى زند، يبقى ساعتها اقول فير زند زي من تكون حضرتك. طيب ان كنت، انا عندي كنت يبقى حرف الجر اوس وانا مغمض عيني من غير ما افكر كتير. 15 ماي نام است انيتا. طيب und ايه است dein Name، يبقى اداة الاستفهام هنا ما اسمك مينو. فونس دو ان برلين، هنا بقى دخل في السؤال البادئ بالفعل، هو سألك بالفعل فونست هل انت عايش في برلين؟ هقول له ايه ان هامبورج، يبقى هنا يا ولا ناين؟ لا هنا هقول له ناين. السؤال اللي كان بادئ بالفعل بجاوب عليه بيا او ناين، ايوه ولا. 17 است برلين قال لي دي هاوبتشتات، يعني هاوبتشتات معناها عاصمة ألمانيا، يبقى هقول له هنا فاس ماذا تكون برلين؟ قال لي دي عاصمة ألمانيا. 18 قال لي ايش قومي، انا عندي الفعل قومي يبقى الحرف الجر اللي بيجي وراه ايه يا اولاد؟ اوس، وانا مغمض عيني على طول. 19 البرت دو جوت دويتش، الدو هنا بتاخد الفعل نهايته اس تي يبقى شبريشست، يبقى شبريشست هو تصريفه الصح. في رقم 20 قال لي ايش بين ايه فين، خد بالك، وبعدين قال لي اند فوني باي ماينن فرويند كارلين ان برلين، المفروض يقول لي ان وبعدين اقول برلين، هنا يعني في حرف جر ان. يبقى في الاول هقول ايش بين ايه اوس ولا ان، ما هو الراجل قال لي انا عايش عند صاحبي في برلين، يبقى في الاول لازم هيقول لي حرف الجر يا اولاد اوس، يعني انا اكون ايش بين اوس فين، والجمله الثانيه قال لي انا عايش في برلين، يبقى اللي في الاول من على طول. ماي نام است كذا ايش ايه وعمل اس او اي، يبقى هنا بوخش طبيعي يتهجى. طبعا لو بصيت للضمير ايش هتلاقي افعال نهايتهم ايه، لاني بوخش طبيعي شبريشي هايسي، بس الراجل عمل سبيلنج للاسم يبقى الفعل هنا الصح يتهجى بوخش طبيعي. جوتن تاج فراو زول das ايه meine Kollegen، يبقى ده زيست على طول عشان meine Kollegen دي مفرد مؤنث خلاص. لكن لو كانت جمع meine Kollegen زميلتي، لكن لو كانت جمع كنت اقول das sind. mein Name ist على طول mein Name ist كذا. kommen Sie اهي الفعل kommen، يبقى حضرتك عايز حرف الجر ايه؟ aus. kommen Sie aus Ägypten، هل حضرتك جاي من مصر؟ قال له يا ايوه das ist mein Herkunftsland، طبعا قلت لك دي معناها موطني خلاص. يبقى حرف الجر اوس بيجي مع الفعل قومي. طيب مش هتقل عليك كده، انا كده عملت لك مراجعه او حل بنك اسئله على الجراماتيك بتاع الدرس الاول كله، سواء ضمائر شخصيه، سواء تصريف افعال، سواء ادوات استفهام، سواء السؤال البادئ بالفعل. ده كده حلينا اسئله بتاعه القواعد على الدرس الاول كله خلاص. يعني لو انت كنت في اللي فات مفيش خالص او نص او كنت كويس بس نسيت، احنا ان شاء الله خلاص بعد المحاضره دي اللي حلينا فيها كميه الاسئله ده انت افتكرت ان حلينا اسئله كتير وافكار مختلفه. الجزء بقى اللي هيبقى فاضل في الدرس الاول هيبقى على المراجعه بتاعتنا، هيبقى فاضل مواقف وفاضل الايميل وفاضل القطع، ده هخليه
حل لوحده في محاضره لوحده عشان الجراماتيك كتير وانا مش عايز اشتتك. انا عايزك تطلع من المحاضره بتاعه المراجعه الاولى ده اهي فاهم الجراماتيك بتاع الدرس الاول. طبعا يستحسن قبل ما تحل معايا وتشوف حل الاسئله تكون باصص على الشرح، محاضره الشرح، يعني تبص على محاضره الشرح وبعدين تفتح بنك الاسئله اللي احنا حليناها مع بعض عشان تبقى ملم بالقواعد بقى ايه، يبقى احنا بنفنش عشان نستعد للامتحان ان شاء الله. اتمنى تكون استفدت حاجه في اول محاضره في المراجعه بتاعتنا، وان شاء الله اشوفك المحاضره الجايه هنحل مع بعض بقى ازاي احل مواقف على الدرس الاول والايميل والقطع. اتمنى لكم التوفيق والنجاح وان شاء الله اشوفكم على خير الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.